تحديث جديد في ويندوز 11 جاب تغيرات مهمه، وهاد المره مايكروسوفت بدات كتبدل بزاف ديال الحوايج. هادشي اللي جا في بيلد 26300.8170 بيتا. تحسين امر فورما، دابا اف ا تي 3.2 كيولي يدعم حتى ل 2 تيرابايت. تحديث ويندوز سيكيوريتي، دابا كيعطيك ستاتوي ديال سيكيور بوت. اخضر كيعني كلشي مزيان، اصفر كيعني كاين تحديث خاصو يدار، واحمر كيعني خاص دخول يدوي. تحسين فيدباك هاب، كيتفكر حجم النافذة، نافيغاسيون أسهل، زر الرجوع ديال الماوس، وتجربة أكثر سلاسة. ميزات مخبية، بوز أبديت بطريقة جديدة، بدل 7 أيام دابا تقدر تختار التاريخ من الكالندر. تغيير كبير في ويندوز انسايدر بروجرام، دابا كاين غير جوج: اكسبيريمنتال تجارب بلاس فيتشر فلاجز، وبيتا فيتشرز جاهزين. تقدر تبدل بين القنوات بلا ما تمسح النظام، إلا إذا استعملتي اكسبيريمنتال خاص غيانستال. الخلاصة، مايكروسوفت بدات كتبسط النظام بلاس تعطي تحكم أكثر للمستخدم. خطوة مزيانة. شنو رأيك؟ واش هاد التغييرات مهمة ليك ولا عادية؟